السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا الموضوع ده من فترة كده مفيش في مصر إلا زيزو ووالده. زيزو راح، زيزو جه، والده مضى، والده قبض، والده طبعا النهاردة كان المفروض المحدد آخر جلسة لوالد زيزو مع الزمالك. وطبعا والد زيزو بيتهرب من الجلسة. والد زيزو بيقول لهم لا، ده نقعد بعد ماتش الكونفدرالية يوم الأربع. وطبعا الزمالك غضبان وفي كده يعني ميدو زعلان على كابتن حازم إمام، على كابتن عمرو الجنايني، والإدارة زعلانة إن والد زيزو رفض الجلسة. فطبعا والد زيزو مش هيروح النهارده، مش هيروح النهارده. والد زيزو طبعا قولا واحدا خلاص زيزو مخلص بنسبة 98 ونص كمان، ولا 99% من مع الأهلي. واخد شيكات والد زيزو، واخد شيكات من النادي الأهلي، واخد عربية والدنيا حلوة يعني. فطبعا رافض نهائي الجلسة النهاردة. وفي ناس بقى بتتدخل، بس هو في ايه؟ في ديل بيتعمل. سيب الثلاث نقط عشان يسيب لك زيزو. طبعا موضوع عبد الله السعيد احنا شفناه في 2019، كان ماضي في الزمالك ومخلص ولولا تركي الشيخ جه وخلص الموضوع. وكان عبد الله السعيد واخد الفلوس في كراتين. فالموضوع طبعا هنشوف بقى في تدخل كبير بقى هيخش في الموضوع. فهنشوف الايام اللي جايه تثبت ايه. بس هو زيزو خلاص موقع مع الزمالك مع الاهلي، واخد عربيه والدنيا حلوه. ده موضوع. الموضوع التاني موضوع القمة. مش عارف يعني أزمة جامدة. يعني الزمالك بيلعب في الكونفدرالية، والأهلي بيلعب في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري والدوري لا، احنا عندنا ماتش القمة، هو حديث مصر ماتش القمة. ماتش القمة يتعاد، ماتش القمة خصم النقط، خصم مش عارف ايه. هو مش فيه لوائح وفيه قوانين ماشية؟ مش فيه مادة بتقول ان الفريق المنسحب خصم 3 نقط زي ما حصل مع الزمالك؟ خصم 3 نقط. المادة 17 بتقول كده، بتقول خصم 3 نقط. ومعتبر الفريق المنسحب خسران 3-0، زي ما حصل مع الزمالك السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها. يا بل يعني السنة اللي فاتت الزمالك قال لك لا، أنا مش هروح النادي، مش هروح الملعب. طبعا ما راحش الملعب، وما شفناش بقى المنظر اللي احنا شفناه بالجمهور. يعني الماده 17، ماده 17، الماده 17 اهي. بس مش عارف بقى واضحه ولا ايه. خصم 3 نقط من الفريق المنسحب، ويعتبر مغلوب 3-0. فين القوانين بقى وفين اللوائح بتطبق؟ شفنا اللجنه، رابطه الانديه بتطلع قرار وبيان كده بتقول لا، يا الزمالك فايز 3-0 والاهلي خسران، والاهلي هيتخصم منه 3 نقط. وجت في اخر البيان اللي طلعته، كتبت سطر كده الاخير: ويرتضي كل من ان هم قرار اللجنه الاولمبيه. طيب الاهلي قدم اوراقه للجنه الاولمبيه، والرابطه قدمت اوراقها للجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه طلعت قرار بتصديق قرار الرابطه. نتفاجئ ليلة العيد ان طلع قرار بعدم خصم ال3 نقط. ايه يا جماعة، انتوا الرابطة دي شغالة ايه؟ يعني الرابطة دي شغالة ايه؟ طلعتوا لنا قرار ان الاهلي والزمالك فجأة كده هيلعبوا يوم بعد 5 6 ايام، وفجأة طلعت قرارها، وفجأة رجعت في قرارها. هو في ايه؟ الرابطة دي رابطة ايه؟ رابطة بالمجاملات والمحبة، وده حبيبي وده مش حبيبي، مش ماشية كده. لا، ده في لوائح وقوانين. طبعا في يعني تحس ان في تصفية حسابات. ده بيحب فلان، ده هيسيب له حتة، ده ما بيحبش فلان، ده هيجي عليه حتة. هي ماشية كده. وطبعا يعني اتحاد الكرة فين من الكلام ده؟ يعني والاتحاد الكوره، يعني الناس اللي هي مواليد 2000 في السبعينات والثمانينات، طلعوا طلعوا كده ليه؟ هم الناس اللي موجوده في الرياضه، هم اللي موجودين. مفيش جديد. مفيش يا عم. في نشط كده، في حسام غالي، فيه عماد متعب، فيه عبد الظاهر السقا، فيه ميدو، فيه حازم امام. في ناس كده جددها. لكن شيلوا ابو ريده، هاتوا عامر حسين، هاتوا احمد مجاهد، مفيش جديد عندكم. لازم اللوائح ولازم القوانين تطبق. يا ريت يحلوا مجلس اداره الاهلي
مجلس اداره الزمالك الرابطه اتحاد الكوره، ويتعمل انتخابات ويمشي على القوانين ويمشي على اللوائح، ما تبقاش سايبه كده الناس. ويطلع الاعلام ده احمر وده ابيض، وده يقول كلمتين وده يقدم شكوى في ده وده، واحنا في احنا مش دي مصر. الرياضه محتاجه تدخل جامد، محتاجه تدخل جامد من رئيس الوزراء. يجب حل الانديه كلها، حل الرؤساء. اللي بنشوفه ده ما بنشوفوش الا في الدار المصري. يعني والله الدار السوداني ما فيه كده، الدار بنجلاديش ما فيهاش كده، ما فيش. هو مصر اللي بتلاقي فيها كده حب وكره وسيب. الاهلي انسحب. احنا شفنا الاهلي الجمهور راح، وجمهورين بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. وشفنا طبعا انفنتينو رئيس الفيفا كان هنا، و54 رئيس اتحاد كانوا موجودين هنا في مصر. والرابطه بتطلع ليله العيد تقول لك قوه قهريه. قوه قهريه يعني ايه بقى؟ ما احنا مش عارفين قوه قهريه ده يعني ايه. ما هو قوة قهرية دي في حاجة، يا إما فيه لا قدر الله الأتوبيس اتقلب، لا قدر الله فيه بتاع حرب، في لا قدر الله فيه مثلا سيول، في حاجات كده. احنا شفنا اليوم ده ما كانش فيه حاجة، والانتخابات كانت ماشية في الاتحاد الاتحاد الفيفا. في الفيفا كانت ماشية الانتخابات الجميلة وما كانش فيه أي حاجة. فجأة كده لقينا إيه؟ الأهلي ما راحش، والأتوبيس طالع رايح الاستاد، حود على مدينة نصر. برضو قوة قهرية ازاي؟ بيطلعوا اي كلام، ويطلعوا بقى الاخ عامر العمايري يقول لك بيحلف بالله وبيحلف بالطلاق وبيحلف بكل حاجة على جميع القنوات ان الماتش هيتعاد. انت جبت القانون ده منين؟ وانت خبير لوائح ازاي؟ خبير لوائح يعني هتشيل كلمة من اللوائح وتحط كلام؟ ما هو في حاجات كده. ده قانون، ده قانون. ده القاضي اللي بيحكم في قتل. القاضي اللي بيحكم في قتل بيحكم بالقرآن وبالدين وبالإسلام. ما يعني في حاجات كده، واحنا تقول شلا ايه يعني؟ سمك لبن تمر هند، ما فيش. طبعا الرابطة نزلت البيان برضه اهو. البيان اهو، مش هيبقى باين. نزلت البيان وشالته. طب شلتوه ازاي؟ ما يطلع حد من الرابطه كده يفهمنا ايه اللي حصل. اتحاد الكوره يطلع يقول ايه اللي حصل. وزير الشباب والرياضه يطلع يقول ايه اللي حصل. فهموا الناس وانهوا الموضوع ده. الزمالك دلوقتي النهارده كده بيجهز اوراقه، وطالع على الاتحاد الفيفا، على الاتحاد الدولي، وطالع محكمه الكاس، وبيراميدز معاه. ايه، واحنا بنتحد مع بعض ونختلف مع بعض على ايه؟ في قانون وفي دي رياضة، دي رياضة ترفيهية، حاجة مش طبعا لا. فطبعا الزمالك لو راح الكاس، محكمة الكاس في سويسرا وبيراميدز، فهيبقى في موضوع، هيبقى في غرامات بقى على الاهلي، على الكرة المصرية، على الزمالك، على بيراميدز. هيبقى في حاجات غرامات، وممكن يتصل لوقف النشاط المصري، ممكن تصل لوقف النشاط المصري. لان اللي بيحصل هنا في كرة بصراحة مش كرة لا. احنا عندنا بتدار كده. بصوا للمغرب، المغرب اللي 12 عالميا، اللي كانت بتلعب البرتغال في كأس العالم. بصوا للأندية، طبقوا اللوائح والعدل. طبق اللوائح على اي حد، ما تجاملش حد على حساب حد. لكن لا، طبعا عندنا بيبقى ايه؟ هوجة شويه. طبعا خلاص الزمالك هيلعب بكره ان شاء الله في كأس الرابطه. هيلعب طبعا بالناشئين، ومدعم من الفريق الاول اللي هم اللعيبه اللي ما بيلعبوش، مع شويه تغييرات يعني. فاتمنى التوفيق للكره المصريه، وشكرا والسلام عليكم.